اهلا بيكم معانا مشاهدينا مره ثانيه. وهنود عملت لنا اسمه الكيس الحراري بالخضار بالفراخ وظبطته وكله تمام. هتحط فيه شويه الميه وهتحط في الفرن كده تمام يا هنوده. بعد كده بقى ايه، احنا نرجع لموضوعنا. قفلته بالكليبس وقفلتيه بالكليبس بتاعه، برافو عليكي. بس بالسكينه كده عشان هو هيدخل الفرن فهي ممكن يفرقع مننا، فلازم نخرمه تخريمتين صغيرين كده. ايوه. ومعايا شويه ميه هحطهم تحت هنا في الصينيه بتاعتي. حلو قوي. وهدخله الفرن على اعلى درجه. بيقعد قد ايه نونو بقى؟ هيقعد ساعه وربع، ساعه ونص. يا شيخه بيقعد شويه. طب حلو عشان الفراخ تستوي. هو عشان على ما بيغلي في الفرن كل حته طبعا حسب فرنه. صح كده. وقت الفراغ اللي انا هيبقى عندي ده هتخلي حياتي تختلف تماما، لانه لما يبقى عندي وقت فراغ وانا سايبه كده فراغ، يا اما هستغله بطريقه غلط. صح. طبعا باي شكل من الاشكال. يا اما هستغله بان انا هقعد بقى حاجات بقى النفسيه تيجي عليا، وابدا بقى ان انا افكر نفسي بالباد ميموريز اللي في حياتي، وافكر نفسي بظروفي قد ايه دمها تقيل ومش عارفه انا عايشه، ويحصل بقى ملل واكتئاب كمان، حاجتين مع بعض. حاجات نفسيه بقى صح. صعبه زي الاكتئاب والتوحد وان انا عايزه اعزل نفسي. فلازم وقت الفراغ دوت مهم قوي، انا هرتب له من قبل ما يجي. يعني قبل ما يبقى عندي وقت فراغ انا مرتب، انا في وقت فراغي عندي بلان، ممكن اقدر اعمل 1 2 3 واعمل كذا اوبشن. لانه الواحد في وقت الفراغ ممكن النهارده انا مودي عايزه العب رياضه، ممكن انا في مود تاني لا انا عايزه اقعد كده رايق، مش عايزه اعمل حاجه، بس اقعد رايق ما اعملش حاجه، اعمل حاجه برضو لطيفه، ما ادخلش نفسي في حاجه مش حلوه. عجبني جدا، وده اللي انا كنت هقوله لك يا دكتور رشا، ولقيتك انت حبيبتي يعني فعلا سبقتي بالكلام. هي نقطه ان انا اعمل بلان طبعا. يعني مثلا زي ما بنقول دايما، مثلا لما فتره المعاش انا عارف ان انا في السن ده خلاص انا هطلع معاش. بنتكلم طبعا عن حبايبنا اللي بيشتغلوا سواء بقى سيدات او رجال، انا عارف كده. فما استنى، وبنسمع كتير جدا عن ما بعد المعاش واكتئاب ما بعد المعاش. ولود الشخصيه دي بتبقى في البيت عامله ازاي. فخلينا نقول انه نقطه التخطيط في حياتنا طبعا، وحتى واحنا لسه مثلا بنربي اولاد، كل التخطيط مهم قوي. طبعا التخطيط لكل مرحله عمريه مهم جدا. مش بقول ان احنا بقى نقعد نعمل بلان محدده طويله المدى بقى وخطه خمسيه ونعقد الامور، بس نبقى عندنا فيجن. انا رؤيه كده، رؤيه انا هعمل ايه في المرحله دي. انا النهارده في مرحله بجهز مثلا ان انا هتجوز لسه، فانا بحدد اولوياتي واهدافي، هقدر اعمل ايه ومش هعمل ايه دلوقتي. صحيح. هجيب ايه ومش هجيب ايه دلوقتي. صحيح. مرحله وجود الاطفال هبدا برضو يبقى عندي برضو بلان وتخطيط ليها، انه انا هعمل ايه ومش هعمل ايه. بعد كده الاولاد كبروا بيتجوزوا خلاص، طيب انا النهارده قربت وعارف ان انا قدامي مثلا كام سنه وهبقى معاش. لازم يبقى في بلان. صح. لازم ابقى مجهز نفسي نفسيا واجتماعيا للحته دي. ابدا ان انا بقى اشوف النشاطات اللي انا كنت حارم من نفسي منها مثلا طول حياتي. انا كان نفسي مثلا العب كذا، كان نفسي اتمرن كذا، كنت عايزه اعمل تايم مثلا ان انا اعمل خدمه مجتمعيه، اعمل حاجات يعني اخدم بيها الناس اللي حواليا. عندي طاقه ان انا اعمل حاجه خير مثلا، بس ما عنديش الوقت مثلا. فابدا ان انا ارتب الحاجات دي، ابدا ان انا ازود الوقت اللي انا هقعد فيه مثلا مع اولادي، اعمل لهم بلاننج او خطط مثلا لان احنا هنقضي اوقات اسعد، اعمل ذكريات سعيده اكثر مع اولادي. لانه فات عمر طويل قوي، الحياه شغلتني وخدتني، وكنت بعمل عندي مسؤوليات قويه وثقيله، يمكن اكون ما عرفتش اعمل الحاجات دي معاهم في الاول. صحيح. اقدر ان انا النهارده
يلا نعمل حاجات عائليه لطيفه، تجمعات لطيفه، ما يبقاش تجمعنا بس لمجرد ان احنا بنتكلم في المشاكل او بنتكلم في الطلبات او بنتكلم في عندنا ايه، اسفه يعني مصايب او عندنا ايه مشاكل. لا، يبقى عندنا برضو كواليتي تايم بنقعد فيه مع بعض، نتفرج على فيلم، نضحك، نهزر، نتكلم في كلام جميل، نقول كلام لطيف. الحاجات دي مهمه جدا، واحنا الحقيقه بنتناساها في ظل الظروف والحياه الصعبه اللي احنا ماشيين بيها. جميل جدا. انا هرجع برضو لنقطه حلوه قوي انت قلتيها، بس هي فكره عارفه لما يسيطر علينا كونسبت معين يا دكتور رشا، اللي هو ايه، فتره الكبر دي هي فتره تعب، هي فتره اكتئاب، هي فترة إهمال من اللي حواليا، هي فترة الكل مشغول بنفسه. يعني دايما لما يبقى في فكرة كده سلبية بتسيطر علينا، أعتقد بقى هنا في ناس معه وفي ناس لا، قانون الجذب، ببتدي أجذب بقى كل الأفكار السلبية وابتدي بقى لكن لما ببدلها بفكرة إيجابية وحقيقيه، لانه نعم ربنا علينا ونقدر نلمسها كتير، طبعا. الامر بيختلف. فخلينا نرجع للكلام الجميل بتاعك وتدخل لنا المدخل ده يا دكتور رشا. بس انا ممكن نروح نظره الى هنوده، وهنوده بتعمل ايه؟ دلوقتي احنا ممكن بس نشتغل هنا يا هند بليز، عشان خاطر لا نشتغل على الرخامه دي. ايوه، علشان خاطر نشوف. اوكي. طب انا عايزه اضرب الزبادي. هتعملي ايه؟ ايه الاكله الثانيه بقى؟ الاكله الثانيه هعمل الزبادي بالعسل الابيض. هنحليه بالعسل كده. كل واحد طبعا يعني يحلي على حسب هو عاوز ايه. يعني هي الوصفه اسمها ايه؟ فروت سلطات. فروت سلطات. ايوه، فروت سلطات بالزبادي واللبن. حلو قوي. بدل ما يعني مش بنعمل فروت سلطات وبيبقى كله سكر وشربات ميه كده، لا، احنا هنستبدل ده باللبن والزبادي. لبن عادي؟ لا، لبن خالي الدسم. خالي، اوكي. تمام كده. حطيت هنا كوبايه زبادي، اللي كوبايه الزبادي الكبيره، وحطيت معاها اللبن، وحطيت معاها العسل الابيض. تمام. وهبتدي اضربه بالهاند بلندر كده، وبعد كده هبتدي اقطع فيه كل الفواكه بقى بتاعتي. كل بقى الفواكه اللي موجوده معانا في البيت. اوكي. ده يبقى طبق حلو كده معانا في الثلاجه. في السناك، في بالليل في العشاء. طبعا يبقى حلو قوي كده وخفيف. ولو حطينا عليه بقى كمان بالليل في العشاء شويه شوفان. طبعا. فهيملى مشبع. ما ينفعش نحط ايس كريم؟ نتدلع شويه ايس كريم. هل ممكن نتدلع ونحط ايس كريم؟ طب انا بس اسالك سؤال تاني بيهمني انا دايما الحقيقه، لما بعمل بقى حاجه زي كده تقعد معايا قد ايه في الثلاجه؟ ما تبصي، هو يوم ولا ايه؟ وحسب بقى اعتقد عشان ده لبن. حسب ديت لا ده يتعمل يومي او ده يتاكل يعني في نفس اليوم. في نفس اليوم. حلو قوي، عشان ممكن اللبن حر دلوقتي بالظبط. وبعدين هو منعش قوي في الصيف دلوقتي. حلو قوي. ممكن نحط فيه مثلا لو حابين شربات نعناع. منعش جدا. كمان اعتقد الحاجه لما بتقعد اكتر من الوقت بتاعها الفايده بتاعتها بتروح، ما بقاش لطيفه. الزبادي نفسه فنحاول المكونات نفسها، صلاحيه الزبادي نفسها من 3 ايام حاجه كده يعني. طبعا. لا جميل جدا. هي اثارها جديده حكايه ان انت تعملي فروت سلطات بالزبادي واللبن، فهي لطيفه وجديده. ممكن نحط كريم شانتيه معلقه صغيره اللي هو خالي الدسم. صبحه الحلويات تدي طعم حلو قوي. تدي طعم حلو قوي. وقربنا كده الموضوع بتاعنا. معلقه كاكاو بدل الايس كريم. معلقه كاكاو خام. لا كاكاو لا، انا باكلها بالزبادي والايس كريم. انا بس هقول لك ان المقادير على الشاشه، يا ريت تقوليها لنا. طيب معانا عنب وتفاح وموز وتين ولبن وزبادي وعسل، والفاكهه حسب المتاح عندنا. يعني اللي موجود فيه كانتالوب، في شهد، في وعايزه اقول لك ان هو ممكن فعلا يتعمل طبق صغنون كده يا دكتور، احط فيه الفاكهه اللي انا عايزاها النهارده. مثلا هاكل الطبق بتاعي او طبقين مثلا، واحط بقى عليهم التوليفه الصغنطوطه دي، وتديني تيست حلو قوي جديد. تبقى جميله جدا. ونحط بقى كمان زيت النعناع يبقى منعش وممتع. شربات النعناع. شربات النعناع ده نجيبه بقى منين؟ احنا هنحسب السعر، بدل ما نحط العسل الابيض هنحط شويه. يعني هو بيتجاب منين ده بقى؟ بيتجاب منين يا هنوده؟ سوبر ماركت اسمه شربات نعناع. هتلاقي شربات النعناع والمانجا والفراوله نفس فكره الشربات اللي بنجيبها، بس هو بقوا عملوا نعناع من حلو قوي. الشربات بيبقى مركز قوي. ايوه النعناع ده لذيذه قوي دي. اصل في ناس ساعات تحط اللي هي المواد الغازيه البيضاء دي مش عارفه ايه، فده لذيذ جدا. ده لذيذ قوي، صح كده. ممكن نستبدل المياه الغازيه دي في سموزي الليمون
باللي هو المسموح به للدايت. ايوه ممكن احط عليه على السموزي الليمون، نحط برضو سيرب نعناع يبقى لطيف. سيرب، ايوه هو سيرب، برافو عليكي كده، انا فهمت. جميل. الشربات دي ما جاتش معاكي. لا جميل قوي. طب احنا قلنا فرايتي كتير ودلعنا الدنيا كلها، فكل واحد يعمل الحاجه، لكن الاساسي عندك اللي هو بالظبط كل واحد يعمل اللي هو بيحبه. بالظبط كده حبيبتي، جميل جدا جدا. نرجع بقى وانتي بتظبطي حاجتك كده، نرجع بقى لدكتور رشا. دكتور رشا، انا كنت بتكلم على فكره الفكره السلبيه والفكره الايجابيه، وبيتبني عليها حياه في اي بقى مرحله عمريه. يعني فعلا انا لما افضل اغذي في افكار سلبيه، اولا قولي لنا بقى بيحصل ايه نفسيا بشكل علمي؟ بصي، كل مشاعر بتتولد عندنا هي نتيجه فكره في اللاوعي احنا مغذيين بيها كل وعينا ولا وعينا بالافكار دي. فلما بغذي نفسي بالافكار السلبيه ببدا يتولد عندي طبيعي مشاعر سلبيه. يعني لما انا هفضل اقول ايه ده انا يعني انا كبرت، او انا كبرت، او انا وصلت للمعاش. اللي هو ايه المعاش؟ انت العمر ده على فكره طبيا ونفسيا العمر مجرد رقم. صح. انت عايز تعيش ايه؟ انت قلبك عمره ايه؟ مش انت عمرك الحقيقي اللي هو في البطاقه مجرد رقم. صح. لان احنا بنشوف انه في شباب مثلا 30 سنه و20 سنه و40 سنه هو عايش حياه حد عجوز. بالظبط. حد كبير تقولي له تعالى نعمل مش عارف نلعب ايه، لا انا لا ما بلعبش. تعالى نغير لا الحاجات دي انا كبرت عليها. فده غلط كبير جدا، لانه احنا الحياه لازم يبقى فيها شويه كسر للروتين، شويه انشطه مختلفه، طعم، شويه ليها طعم. بالظبط يعني. نعمل حاجات حلوه يعني. بالزبط. لازم يبقى عندي كونسبت ان انا اعمل حاجه حلوه، اعمل حاجه لطيفه، اسعد نفسي. ايوه اسعد نفسي، ما ادور على السعاده في ابسط حاجه حواليا. طبعا ده يعني طبعا. حضرتك ممكن جدا ان انا النهارده لو عندي زرعه او زرع بس بهتم بيه مثلا في بلكونه، هكون سعيد. ممكن اقوم الصبح حاسس ان انا عندي بيشن كده ان انا هعمل حاجه حلوه بالزبط. وفعلا يدخل على قلبي السعاده. ده حقيقي. لو عندي بات او عندي مثلا حيوان بربيه في البيت، دي حاجه بتدخل السعاده على فكره جدا. لو قبل كل ده انا بصحه جيده، ايوه، فمعافى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه معافى في بدنه، ده يعني خلاص عنده نعمه لا تقدر. بالظبط. فلما يبقى ربنا يديني الصحه، معلش برضه يا دكتور بدون قطع كلامك، وطبعا الصحه دي طبعا هنفضل العمر كله نتكلم عن الصحه ان هي حاجه نعمه لا تقدر بثمن، لكن فعلا في بعض الاحيان بيكون عندنا في بعض المشكلات الصحيه، فهنا لا اتقبل طبعا. واشوف ازاي اتعايش وازاي ان انا اقدر طول ما هي ليها علاج وليها دواء. لازم امشي في سكه ان انا اتعالج واطبب نفسي، اروح لطبيب واثنين واهتم بصحتي، لانه انا صحتي دي هي الاساس علشان اي حاجه تانية. يعني دي البدايه، دي نقطه البدايه. صحيح. لاي بقى حياه سعيده انا عايز اكمل فيها. يعني انا يعني امبارح الحقيقه ويكون عندي امتنان لفكره الصحه دي. يعني انا امبارح كان بالصدفه كده معايا حد القائد بتاع السياره يعني بتاعتي، فالحقيقه كان بيقول لي انا وتعبان والواحد المفروض يبقى مرتاح ويرتاح ويقعد بقى في قلت له يا عم كذا، لازم تبقى مبسوط ان انت بصحتك وانك لسه قادر تدي وقادر تشتغل وقادر تكسب قوت يومك يعني بايدك، مش مستني حد. انت كده بصيتي للجانب الايجابي الجميل والنعمه دي مهمه جدا. لكن فعلا ممكن يعني احنا فعلا لما بنشوف الاعمار الجميله دي لما بتكمل نقول ما شاء الله يعني برافو، ده شيء جميل. وناس ثانيه العكس لما بتتوقف عن اي نشاطات تلاقيها راحت في مرحله اكتئاب. فهي فعلا شوفي ممكن هو شايفها ازاي وانت شايفاها ازاي. بالظبط. لانه انا النهارده برضو يعني ربنا هيسالنا عن عمره فيما افنيت. هو انت النهارده هتقول له ايه؟ هتقول له المرحله دي انا عملت فيها ايه؟ قعدت مستني النهايه؟ قعدت مستني ما بعملش حاجه، مستني الناس تعمل لي؟ لا،
وده طبعا برضو هنتطرق لنقطة مهمة جدا، انه عايزة برضو الولاد طبعا يخلوا بالهم من بابا وماما شوية طبعا. وجدو وتيتا. صح. يعني الناس دي ليهم حق علينا كبير جدا. صح. جدا جدا صح. جدا ما ينفعش ان احنا نقول خلاص ده هم، احنا متعودين احنا طول الوقت بنطلب منهم. صحيح. وطول الوقت هم موجودين لتلبية رغباتنا واحتياجاتنا. صحيح. في وقت معين لا هم محتاجين، على فكرة محتاجين احنا نطبطب عليهم، محتاجين احنا نقول كلمة طيبة، محتاجين احنا اللي ناخدهم للحياة بتاعتنا شوية، نعمل لهم جزء من حياتنا برضو. نجيب أكلة لطيفة، نعزمهم على خروجة ظريفة. أي تغيير حتى لو بسيط، حتى لو بكلمة طيبة، حتى لو بطبطبة، حتى لو نقول لهم دايما ان احنا ما نقدرش نعيش من غيرهم، حتى لو نقول لهم هم قد ايه مهمين حتى لو كبروا، يعني حتى لو بيعملوش اي حاجه. دي حاجات يعني بليز لازم الشباب يعني ياخدوا بالهم من الكلام ده جدا. ده اجمل كلام. وعايزه اقول على حاجه يا دكتور رشا كمان، انه ما ننساش انه الدنيا بتتطور والاجيال والحياه بقت مفتوحه قوي قوي قوي، بس بتظل في وقت معين الخبره وخبرات الحياه مهمه قوي. حتى لو انا بس سمعت، يعني انا سمعت وجهات النظر بس بتاعت مثلا زي ما انت بتقولي لنا ام اب جد جده، بسمع وبعمل ايه زي ما بدفر كده مع الجديد. وبسمع الخبره. فلا يعني نقدر الكلام ده، نقدر ونستمتع بوجودهم معانا. صح. لانه فعلا وبعدين بيكونوا بقى هم كمان في مرحله عمريه لطيفه جدا. اللي هو عايزين لو قلت لهم حاجه تضحكهم، هم عايزين مستنيين حد يضحك. يعني يمكن بابا اللي هو كان شديد او ماما اللي كانت شديده طول عمرها وكانت جامده معانا، هنوده بتضحك صح كده. ايوه صح. في التربيه فاللي هي لما بتكبر بنتفاجئ انه لا ده ماما وبابا اتغيروا، ده ماما ما بقتش هي، دي ماما بقت لطيفه، ما هي بقى خلاص المسؤوليات راحت، دي ماما بقت عايزه تقعد تضحك معانا، ده بابا ما بقاش هو بابا اللي كان واخد الدنيا شايل هموم لانه كان طبعا عنده مسؤوليات تقيله جدا. وهي نفس الحكايه النهارده لا يمكن بقوا فريش شويه، فاحنا لازم احنا كمان نساعدهم ان هم يعني حياتهم تبقى افضل، نستمتع معاهم كمان، ونخلي ولادنا واحفادهم يستمتعوا بوجود جدهم وجدتهم، لانه بجد حاجه هم بجد حاجه مش هتتعوض تاني. قلتي كمان نقطه مهمه قوي قوي. طبعا احنا شايفينك وانت بتعملي عنبك وقاعده مع نفسك في مطبخك يا شايفين كل حاجه. انا هاكل بالفروت سلطات دي كده كده لما فطرتش. طبعا صغننين. طيب جميل قوي. النقطه برضو الحلوه قوي برضو، يعني بيقولوا ايه في كارما كده في الحياه، ويقولوا ساعات الايام دول، فناخد بالنا بس كده على جنب الموضوع ده. لكن الحاجه اللي انا بس عايزه اقولها انه احنا كمان لما اولادنا بيشوفونا بنتعامل ازاي مع ابائنا وامهاتنا، وبنديهم كمان مسج غير مباشره، انه نحترم الاراء بتاعت جد وتيتا، نسمعهم، ندلعهم. ومش عايزه اقول لكم، وهنا بقى ممكن دكتور رشا تقول لنا نفسيا، احنا بنتكلم علميا، اللي هو الترابط الاسري ده والعلاقه الاجتماعيه اللي هي بتاعت الاسره القريبه دي بتعمل ايه في احاسيسنا واستقرارنا واستقرار ولادنا المعنوي او اللي هو النفسي يا دكتور؟ هقول لك بمنتهى البساطه. بالظبط. في علم النفس الحاجه للامان تاتي في المرتبه الثانيه بعد الحاجات الفسيولوجيه. يعني وانس ان البني ادم لبى حاجاته الفسيولوجيه من وشرب ونوم والكلام ده والحاجات الاساسيه دي، بالظبط، هو محتاج للامان علشان يعمل الخطوات اللي بعد كده. الامان ده ايه؟ الامان العائلي الاسري النفسي. كل الامان الاسري والعائلي ده يعني ده بذره الانطلاق، بذره الانتاج. النهارده لو انا عايش في عيله مش حاسس بالدفى واللمه والامان في وسطينا، مهما كان عندي طبعا اصحابه ده كله روعه ما يعوضوش عن عيله. لكن احنا بنتكلم هنا عن العلاقه طبعًا اللي هي البيزك الاساسيه طبعًا. ومنها بينطلق الانسان بقى في علاقاته السويه بره. فحقيقي دي نقطه مهمه جدا. ومش عايزين ننسى يا جماعه لمه العيله، لمه العيله على اكله، لمه العيله على موقف لطيف، على في فرح. مش لازم نتجمع في الحزن بس، يعني يا جماعه احنا بقينا بجد ما بنتجمعش غير في المياتم والعزا والمستشفيات. يعني لا غلط.
لازم نقضي وقت، حتى لو هاخد نص ساعه اقعدها بس كده ايه، نتكلم، نشرب كوبايتين شاي لطاف، نقول عايزين نتفرج على الفيلم دوت، الفيلم ده يا جماعه لذيذ. الحاجات دي بتدي طاقه. انا حاساكي ايه، انت عايزه للجميع. تتكلمي ولا انت مبسوطه بالعنب ولا ايه بالظبط؟ ربنا يخليك. قوي ربنا جدا والله. هي فعلا بتصحي حاجات حلوه وعمر ما حد وبسيطة. وبسيطه على فكره. يعني دايما بنتحجج بقى يا دكتور، ما عندناش وقت، ما عندناش وقت. دي كلمه بصراحه الحياه واخدانا دايسانا، ما عندناش وقت. ايه بقى القصه دي بقى؟ بتزعلني جدا. احنا بنقول للناس تنظيم الوقت. طب حضرتك لازم تحط في وسط تنظيم وقت حضرتك ان في ماما او بابا او جدو او تيتا ليهم برضو جزء في الحياه دي. يعني ما بقولش انه انت سيب الدنيا كلها واقعد، بس انت والله لو تقدر تعمل كده يعني اسعد نفسك بوجود الناس دي. اسعد نفسك والله، ده احلى كلام، نفسك بوجودهم، احلى كلام. لانه فعلا هم بتبقى مرحله عمريه الحقيقه احنا لازم نستفيد منها، ولازم نقعد معاهم كتير، لانه مهما كان احنا هناخد الكلام كده بصوره سريعه ومش هنركز. انت باي تايم بتقولي تخيلي ان بابا قال لي كلمه، قال لي كذا، تخيلي ان ماما قالت لي كذا. طبعا تيجي مثلا بنوته تقول تصدقي تقطع اللي ساكت بتقول لي كذا او كذا. يعني الولاد بيتفاجئوا انه الخبره الحياتيه دي مش ما ينفعش نستهتر بيها يا جماعه، ولا نقول خلاص دول حد بقى خلاص قاعد في البيت، ده حد ما بقاش بيشتغل. لا غلط. الناس دي تقيله، والناس دي نتيجه خبرات، وزي ما حضرتك قلتي هي اتس كارما، كلنا هنسلم بعض. بالزبط. يعني العمر اللي انا فيه ده ابني وبنتي هيبقوا فيه، وانا هبقى في اللي بعده. هيشوفوني الولاد بيتعلموا بالمشاهده. أيوة. اكتر. لو قعدتي تقولي له خلي بالك من بابا، خلي بالك من ماما، وهو شايفك اصلا باباكي ومامتك مش في اعتباراتك ومش في اهتماماتك. لو انت قاعده تقولي له انت والعيله واللمه ولازم، وهو شايفك اصلا انت ده مش من اولوياتك، مش هيتقبل. هيبقى بالنسبه له كلامك ايه ده، هي بتقولي كده وهي اصلا مش بتعمل كده مع مامتها ومع باباها. فلازم احنا نبقى قدوه لاولادنا، ولازم نخلي في ترابط العيله ده، عشان الدنيا بس بتتوه مننا جامد اليومين دول، وبنفقد احاسيس ومشاعر حقيقيه جدا جدا، وهي دي اللي بتخلي في توازن في الشخصيه لينا كلنا على فكره. ده غير رضا ربنا بقى مش هنتكلم عنه يعني زي ما قلنا كتير. طيب احنا هنتكلم برضو عن نقطه مهمه قوي قوي، وانا كده شفت بقى ايه. هنودة قولي لنا بقى يا حبيبتي بتعملي ايه؟ انت بقى ظبطتي اللي هو اللبن مع الزبادي. اللبن مع الزبادي، وقطعت فيه الموز والعنب اهو. ايوه فيها برضه. ايوه. وحطيت معاه التين برضك. التين دوت حاجه عظمه قوي. ونخلي بالنا بقى برضك من العسل عشان التين مسكر. الناس اللي مش بتحب الحاجه المسكره. اوكي. طيب يعني طبق كله يعني فوايد مش قادره اقول لك. هو ده يتسقع بقى في الفريزر هيبقى هي الثلاجه مش الفريزر. فريزر لا عشان هيطلع طري قوي. لو ساح. صح. لو مستعجله لو هناكله على الفريزر ما عندناش وقت نحط حاجه في الفريزر. بالظبط. لا جميل جدا جدا. واحنا بس بنقول انه الفواكه من الحاجات الجميله قوي في الصيف، يعني نعمه ربنا علينا في الصيف رائعه. ما تقولوش بقى غاليه ومش غاليه، بس جيبوا كميات قليله ونستفاد منها كلها فيتامينز ومعادن روعه. ف بنعملها باشكال مختلفه عشان ما نزهقش. يعني دي افكار جديده ومختلفه ولذيذه وسهله في نفس الوقت. وسهله في نفس الوقت. طيب نرجع تاني لحبايبنا، واحنا كده ايه قلنا كده اتكلمنا مع كل افراد الاسره طبعا. فخلينا نرجع تاني لحبايبنا وافكار لوقت الفراغ الحلوه، يعني افكار كتيره جدا جدا. انا عايزه بس اقول لك على حاجه يا دكتور. احنا كمان دلوقتي مؤخرا في اللي هو وسائل بقى التواصل الاجتماعي وباشكالها بقى المختلفه، فيسبوك وانستجرام والكلام ده كله. انت رايك دي تاثيرها سلبي ولا ايجابي في العمر اللي هو الجميل ده؟ بصراحه انا يعني شايفه انه ايجابي. انا كمان لانه هي حقيقي ملت وقت فراغ كبير عندهم بصراحه، ودي حاجه يعني انا مبسوطه منها قوي. وخلتهم منفتحين على العالم اكتر، خلتهم بقوا اكثر تطورا، بقوا عارفين يتعاملوا مع الاجيال ويتعاملوا مع فيسبوك. يعني في الاول كانوا بيلاقوا صعوبه، ايه ده مش عارف، طب تعالي وريني تعالي. بعد كده لا ما شاء الله بتلاقي ان هم لا قاعدين وبيستمتعوا
وكمان بيتواصلوا مع ناس هم مش يعني لو الدنيا مبعداهم شويه تلاقيها مثلا واحده قريبه من بعيد او جاره بالظبط بداوا يتكلموا تاني. في ناس مثلا كانت في دوله عربيه ورجعوا صح تلاقي بيتواصلوا مع حبايبهم اللي كانوا في الدول العربيه بقوا بيتكلموا اكتر ما كانوا ما بيتكلموا، يعني السنين اللي فاتت ما كانش في بينهم التواصل ده. صحيح. فانا بصراحه شايفه انه لا يعني دي حاجه حلوه وموجود الحاجات السوشيال ميديا، وكمان ممكن يعملوا منها صداقات وممكن تفتحهم لحاجات جديده بالزبط. اللي هي زي فكره ايه ان انا مثلا النهارده عندي بلاقي مثلا اعلان في مكان معين في نادي معين عامل اعلان عن رحله فطبعا تلاقي مثلا ايه رايك اروح مثلا رحله، الله لطيف يلا هنعمل نسال بس يا جماعه بس ونطمن انها حاجه كويسه ومحترمه فيها ويبقى حاجه جميله ان هو يعمل انشطه مع ناس في نفس الفئه العمريه مع ناس جديده بنفس الفكر ويشوف ناس ويتعامل ما توقفش الحياه. يعني مهم قوي ان الحياه ما كل واحد توقفش حسب ظروفه حاجات كتيره، ومن ضمن الافكار زي ما دكتور رشا بتقول كمان انا لقيت حاجه لذيذه قوي بقت برضو مؤخرا يا دكتور رشا زي اللي هو ايه المحتوى، كل حد دلوقتي عنده أيوة محتوى. طبعًا. بقيت احس دلوقتي ان بقى في بلاقي بعض الشخصيات ناس عاديه كان موظف او كانت ست بيت او كده وتبتدي تعمل محتوى خاص بيها في السن ده في العمر ده، بنبسط جدا وبتبقى ممتعه وحاجات عن الاكل وحاجات نصايح عن الاولاد، فبتبقى لذيذه بتبقى ممتعه لانها بتبقى نصائح من الخبره بالظبط. فدي بتدي بصراحه تحسي تاثيرها، يعني لما تسمعي حد كده انت مش متوقعه منه انه هيقول الكلام ده بتبقي سعيده جدا واحيانا يبدا بقى يعني ايه اللي هو بيتولد من جديد. ايوه طبعا اللي هو اعاده اكتشاف الذات، حياه جديده من في سن يعني كبير شويه تبداي تقولي ايه ده يعني الراجل ده ما كانش وما كانش لا بصي بقى بيعمل ايه جميل وبيبعث كمان البهجه لكل اطراف العائله ان انا عندي جده او تيتا او بابا او ماما بيعمل حاجه لطيفه. يعني لسه يعني واحده جميله قوي كانت بتتكلم من شويه بتقول انا بابا وكان بيعمل الاكل وكان بنقضي وقت حلو معانا وبطلت ماما تقعد تعمل اكل خالص وهو اللي بقى بيعمل وكان اكله تحفه. فشوفي قد ايه هي دي ذكرى حلوه هي ده الكواليتي تايم واللي هو الوقت الجيد حقيقي اللي احنا بنقضيه مع بعض والذكريات الجميله اللي نخلقها مع بعض عشان دي اللي هتفضل يعني ده كلام جميل اكتر زي ما بيقولوا بالظبط كده. يعني الحياه ماشيه ورحله الحياه ماشيه واحنا بجد لو مش من وقت للتاني نعمل وقفات كده مع نفسنا في كل الاعمار على فكره والله في كل الاعمار لو ما بنعملش وقفات مع نفسنا ونشوف احنا فين ومكملين كده اوكي مبسوطين ولا في حاجات ناقصه لا نعدلها بالنا منها فالوقفات دي مهمه جدا جدا. ونظره الى الكيس الحراري ايه هنوده بتعملي ايه هنوده؟ طلعته بقى اهو خلاص جميل ايوه ورينا بقى تحت بقى كده ايوه. بصوا برضو علشان لو يعني حد مش عارف قوي طريقه التعامل هي بيبقى سخن قوي طبعا فهي بتقص بالراحه ممكن يتقدم كده عادي خالص طبعا جدا طبعا التقديم. احنا ما فتحناش عليه الشوايه من فوق احنا حطينا في الفرن بس في الفرن بس بيعمل اللون ده ساعات بيعمل اللون الجميل ده. نطلع الفراخ نديها بس شويه تاني تحمير يعني لا هي كده لطيفه بصراحه جميل جميل جميل. وانت الرز اللي انت عاملاه ده بقى يا هنوده ده رز عادي ابيض رز ابيض وحاطه له ايه ده شبت ولا بقدونس؟ ده بقدونس حلو قوي قوي حلو جدا. وطبعا شايفين طبق السلطه بتاعها الجميل سوري سلطه الفاكهه ممكن تنقلي بقى الفراخ عشان بس عايزه اوضبها عشان ايه. طب خلاص واحنا هنرجع لك تاني وانت هتقدمي لنا اطباقك اللي انت عملتيها النهارده الجميله. طيب خلينا برضو نروح لنقطه مهمه جدا وقلنا انه الحياه اختيارات فعلا فانا بختار في كل مرحله من مراحل عمري فعلا الحياه الحلوه اللي انا اقدر اعيشها. خلينا بقى نروح لحاجه واقعيه يا دكتور رشا وده بيحصل الحقيقه. طيب هنقول ان احنا فعلا انا اب او ام ربنا مكمل حياتي وربنا مديني الصحه وساعات تبقى ام لوحدها او اب لوحده وجد جده وبلاقي في نوع من انواع معلش انا اسفه ان انا بقول كده لكن ده واقع وبنشوفه كتير الاهمال طبعا من اللي حواليا. وانا طبعا اقدر ان انا اعيش حياتي مبسوط وانا صحتي كويسه او محتاج بعض الرعايه انا اقدر ان انا اعمل نشاطات وعندي وقت وبستمتع بيها بس برضو هذا الجانب مفقود عندي شويه. بتبقى الامور فيها فكر ممكن تنصحي مثلا لو حد في الظروف دي. هقول لحضرتك حاجه
مهم قوي. يعني دايما بيقولوا ايه، الرضا في مرحله الشباب بيكون اقل، الرضا في مرحله السن العمر الاكبر بيكون اكتر. ليه بقى بيبقى كده؟ بيبقى حكمه اكتر، خبره وحكمه وبيبقى وشفنا كتير وصل لمرحله انه الله يعني لو اللي هو ايه بنقولها انه اليوم اللي بيعدي عليه في سلام نفسي ومن غير مشاكل بالزبط. ومن غير صدمات، بيدرك الامور بحقيقتها. وكمان اللي هو بقى فكره ايه، العطاء. العطاء في المرحله السنيه الاكبر بيكون الحقيقه برضو اكبر من مرحله الشباب. فالاحتواء، العواطف، المشاعر. ابدا انا لو اللي حواليا ما عندهمش المشاعر او انا ما اخدتهمش على انه في النقطه دي، يعني في على فكره برضو انا بحمل جزء من عدم وجود العاطفه والمشاعر للاب والام دول نفسهم، لانه هم والولاد صغيرين هم ما خلوش ده جزء من الحياه. ما مالوش ده. كانوا فاكرين انه احنا طول الوقت بنعمل احسن حاجه بنأكل وبنلبس وبنعلم واحسن مجهود وبنبذل مجهود كبار عشان بس احنا مش مركزين في حته ان احنا نطبطب على اولادنا، نحضنهم، نقول له تعالى حبيبي عملت ايه. انا دايما بقول له عملت سويت، اوامر، ذاكرت مذاكرتك، رحت درسك، عملت ايه. لا، لازم يبقى في وقت. تعالوا نضحك، تعالوا الحق الفيلم ده لطيف. من وهم صغيرين ازرع فيهم نبني مع بعض نبني مع بعض علاقه عاطفيه بالزبط. لطيفه، علشان لما اكبر هترجع الكارما زي ما حضرتك قلتي او الدايره وهتلف تجيلي. انا طبطبت عليه ودلعته ومش عارفه بس مش برضه مش للافساد طبعًا يعني طبعًا. بس لازم ما نغفلش جزء المشاعر ده من والولاد صغيرين. يعني الطبطبه ده مؤخرا بقى موضوع الطبطبه والحضن والقبله دي بالنسبه لاولادنا علاجات نفسيه. دي حقيقه. ليه؟ لانه الفتره اللي فاتت الناس اتشغلت بشكل مرعب، وبقى في صراع بحاجات مش حقيقيه. بقى يعني الاب والام عليهم مسؤوليات طبعا رهيبه طبعا. فبقوا فعلا يعني هيلحقوا، هم يا دوب ملاحقين يكفوا احتياجات الولاد دول ويرعوهم ويحافظوا عليهم من الحياه الصعبه اللي هم عايشينها. فبيبقوا فعلا بيغفلوا النقطه دي. فاحنا عايزين لا نخلي بالنا. احنا دورنا النهارده، احنا النهارده طالعين عشان نقول للكل خلي بالك. ندق كده ايه جرس الخطر، نقول يا جماعه خلوا بالكم. والكبير لو لقى انه الصغيرين مش واخدين بالهم عادي ان انا الفت نظرهم، عادي ان انا اعوده ان هو ما بيتصلش بيا، طب انا اسال عليه. ومش اسال عليه عشان اعاتب او نقطه مهمه قوي قوي قوي، لانه انا كده بخليه بالعكس ما بينبسطش بقى. بالظبط، ما بينبسطش من الاتصال، ما بينبسطش، تقيله عليه. بالعكس انا اكلمه عامل ايه يا حبيبي، انت اتاخرت عليا، انت ما بتكلمنيش ليه، بس انت كويس، انا بطمن عليك. ليه؟ انا عندي وقت فراغ وعندي مشاعر وعندي احتياج لان انا اسمع صوت ابني. عادي اكلمه واسال عليه، يعني اشد بالحب بالظبط، او ارجع مش بالحب، بالتانيب وبالضغط واللوم والخناق واحول برضو الحياه الاخرين لجحيم عشان انا دلوقتي بقى عندي فراغ وعندي مشاعر عايزه اديها. ده كلام جميل جدا، فده غلط جدا. ده كلام جميل يا دكتور رشا. احنا تقريبا بنخلص كده وقتنا، فممكن تقول لنا الاكلات بتاعتك تاني بقى كده حاجه جميل. يلا حبيبتي. دلوقتي انا عملت الخضار بتاعي في الكيس الحراري كله ني في ني، دبابيس الفراخ. عملت البصل ودعكته وحطيت الخضار كله مع بعضه وعليه زيت بسيط وطماطم بسيطه وميه بسيطه جدا لان الخضار ده كله هينزل ميه كتير. وحطيته كله في الفرن ومعاه صوص توم تمام، ومع الفراخ تبلتها ودخلتها. قولي لنا بس التتبيله بتاعت الفراخ، البهارات بتاعتك الحلوه لانها مختلفه يعني. بابريكا وكزبره ناشفه وخلنجان. الخلنجان ده بديل لليمون والخل، ده بيبقى مستحب جدا. في ناس ما بتحبش طعم الخل او الليمون، فده بيبقى ايه بيطر الانسجه بتاعه الفراخ بتاعتنا او اللحوم، وفي نفس الوقت ما بنحسش باللسعه بتاعته. جميل قوي، وبيوفر علينا وقت كبير في يعني لو مستعجلين ايوه بالظبط. لو مستعجلين وفي مثلا التتبيله دي بتبقى بسرعه بيسرعها. حلو قوي. وحطيته كله في الكيس الحراري وربطته، وبعد كده حطيته في صينيه، والصينيه فيها شويه ميه صغيرين، وخرمنا طبعا فتحنا الكيس شويه لان الكيس الحراري لو ما فتحناهوش هيتنفخ او ممكن يفرقع لا قدر الله جوه الفرن. فلازم نعمل كده خرمين صغيرين او 3 بسيطه كده فوق. بالظبط. والفروت سلطه باللبن والزبادي، ودي حاجه صحيه جدا. حطيت زبادي ولبن وعسل ابيض، وقطعت الفواكه بتاعتي كلها اللي موجوده عندي في الثلاجه.
والرز الابيض اللي هو كل كوبايه رز مصري عليه كوبايه ميه مغليه وشويه زيت او معلقه سمنه صغيره وملح. واول ما يغلي الميه اكون الاول مشوحه الرز بالملح واقوم نازله عليها بالميه السخنه، لان الرز لو ما حطيناهوش ميه مغليه فهيعجن، لو حطينا ميه عاديه من الحنفيه كده هيعجن. انما ما نحط ميه سخنه بيفلفل، وبيساعدني على الفلفله كمان الزيت من الحاجات اللي بتخلي الرز يلمع ويبقى مفلفل وجميل جدا. ميرسي يا هنوده يا جميله. واحنا تقريبا بنخلص الوقت بتاعنا، بس خليني اسالك برضو سؤال يعني انا شايفاه ان هو مهم جدا برضو يا دكتور رشا. احنا ساعات لما بنكبر شويه في السن يعني نبتدي نهمل في نفسنا بقى مظهرنا، وانت قمر كده ربنا يخليك انت حلوه. فانا عايزه اقول انه بالذات الست فعلا بتحب تفضل طول عمرها يعني بتحب تبقى شكلها لطيف، طبعًا. بتحب تبقى صحتها حلوه، جلدها كويس نضر. فخلينا نتكلم عن الجانب ده من الناحيه النفسيه، الستات والرجاله على فكره يعني. ستات ورجاله. الاهتمام ان انا اقوم الصبح ابقى شكلي لطيف، مهتم، باخد شاور، بحط كريم، بنتكلم على بحط ريحه لطيفه، بارفان حلو، يعني بتكلم على الجو ده بيعمل ايه؟ بصي الاول هقول بس كلمه الاول للمتزوجين او للي لسه موجودين مع بعض الحمد لله، الزوج والزوجه، ولكنهم الزوج طلع معاش، الزوجه كمان سنها مش صغير. طبعا الموضوع ده مهم جدا ان احنا بقى نبدا احنا نركز مع بعض، بس مش نركز مع بعض ان احنا نتخانق مع بعض نطلع عين بعض، لا احنا نركز مع بعض ان احنا نحاول نبقى حاجه لطيفه احنا الاثنين في حاجات بعض، ندلع بعض. احنا بقينا وقت اطول بنقضيه مع بعض، نحاول نخليه وقت لطيف. احاول ان انا اقول له كلام حلو، اقول له كلام ايجابي عن نفسه، وهي انا كمان كراجل اقول لها كلام حلو. هيلاقوا نفسهم كل واحد يوم حلو والله، وهيلاقوا نفسهم بيحلوا بالظبط، وهيلاقوا نفسهم بيحلوا من غير مجهود. يعني هو بيدخل يغسل وشه الصبح، يفوق نفسه، مش عارفه ايه، يلبس لبس وهو قاعد في البيت حتى معاها، مش يقول قاعد بقى خلاص انا قاعد في البيت فانا لازم اقعد بقى، لا لازم يبقى عندنا بيفرق الحاجات دي، الدافعيه ان احنا لسه عايشين على فكره بالزبط. يعني احنا لسه عايشين ومكملين، فما ينفعش نقول خلاص طب هي خلاص وبعدين ايه اللي هيحصل. فاصنع سعادتك بايدك قبل ما تستناها من الاخرين. يعني انت لازم تقرر، لانه السعاده قرار زي ما حضرتك قلتي في الاول. لازم تقرر ان انت تبقى سعيد طالما ربنا مديلك الحمد لله، امن في بيتك، بتاكل وبتشرب، صحتك كويسه، ولادك حواليك، احفادك حواليك. مش معنى كده احنا عايشين في الجنه، لانه بالزبط. اكيد في مشاكل بالزبط. بس استقبل واستوعب واستمتع بالقليل، استمتع بالقليل اللي موجود حتى. فمهم قوي ان احنا نقول لبعض كلام ايجابي عن بعض. ايه ده، صباح الخير، صباح النور، ايه الحلاوه دي، طب تعالي نفطر مع بعض، تعالي ننزل النادي مع بعض، تعالي نروح نشتري حاجات مع بعض. نبدا نعمل الحاجات اللي ما كناش بنعملها مع بعض، لانه العمر جري بينا واحنا كنا مش مركزين في الحاجات دي، في عجله الحياه او في مفهوم الحياه. ان الراجل يهتم بنفسه والست بتهتم بنفسها. والحقيقه يعني النهارده السوق بقى مفتوح ومليان فرايتي لبس، اشكال والوان، جميع الاعمار، جميع الستايلات، ايوه، وجميع الاوزان. ايوه صح. فما فيش حد، انا بشوف ستات جمال جدا حتى لو وزنهم زايد شويه، بس الحقيقه انت من كتر ما هي مدلعه نفسها ومهتمه بنفسها صح. بتشوفيها ست جميله جدا والله، كمان عايزه متصالحه مع نفسها جدا. ايوه متصالحه بقى، انا بتكلم عن الناحيه النفسيه جداً. اللي انا عايزه بس اقوله انه يعني حتى هنا دكتور رشا بتقولوا بنشوف حاجات، طبعا ده جانب جميل، وممكن ان احنا فعلا ننتقي حاجات مناسبه لينا، وده شيء حلو قوي. ممكن يا جماعه بابسط الحاجات، يعني انت عارفه احنا طول عمرنا متربيين على الماسكات البسيطه، الكريمات البسيطه، يعني بس هو بيبقى كمان قرار ان انا فعلا ههتم بنفسي، هقوم الصبح يبقى ادلع نفسي، مش هستنى حد يدلعني، انا اللي هدلع نفسي. دي مهمه جدا، فدي مهمه جدا جدا كمان للنفسيه طبعا. ودي نقطه مهمه قوي طبعا. عايزه اقول لك كمان بقى في من الحاجات اللذيذه، لو احنا كنا بنتكلم على السوشيال ميديا، معلش انا هرجع لها برده مره ثانيه، واللي هي التطبيق اللي هو بتاع الواتساب
الواتساب، بدا فعلا يلم اصحاب كتيره. بدا يعملوا جروبات، يعني احنا مثلا ممكن اصحاب المدارس من 20 سنه واكتر بدانا نشوف برضه، عملنا جروبات. فدي كمان بتعمل بترجعك تاني مشاعر حلوه جدا. هم محظوظين الحقيقه بموضوع السوشيال ميديا ده، يعني هم الجيل بتاع الكبار الحقيقه، يعني حبايبنا الكبار اليومين دول هم محظوظين بوجود السوشيال ميديا بصراحه. بالظبط. فده بيفتح لهم برضو مجالات كتير، يخليه طالما هيقابل ناس جديده يفضل حاسس انه لازم يبقى مهتم بنفسه، وهي كمان لازم مهتمه بنفسها. ممكن يعني هم يطلعوا حاجات من المقابلات دي ومن العلاقات دي طبعا. يكتشفوا حاجات جديده ما كانوش بيعملوها. صحيح. يعني حاجات كانت مدفونه جواهم، حد يكتشف انه كان بقى بيحب الاشغال اليدويه طبعا، بيحب تنظيم رحلات، بيحب لعب البادل او تنس او الحاجات اللي احنا كل الكلام ده يعني لطيف، وان احنا نكون في وسط بيئه وناس بيشجعونا على كده. ولازم نبقى دايما يعني نبقى بوزيتيف، ونقعد مع الناس البوزيتيف، ونبعد عن الناس الشكايه اللي طول الوقت احنا كبرنا ما بقاش لا، الناس دي بجد يا جماعه يعني نحاول نتجنبهم حقيقي، لانهم فعلا هم مصاصين. معلش كلمه مش لطيفه، بس هم بيمصوا الطاقه. برافو بالظبط. بيقولوا لنا كده، واحنا بنبقى يا دوب عندنا شويه طاقه نقوم بيهم. بالظبط. فمحتاجين الناس اللي تعمل لنا بوش كمان، او ناس مقبله على الحياه وبتحب الحياه وعندها نشاطات وعندها فكر وعندها عطاء لسه، يعني حاسه انها عندها ما تعطيه للاخرين. بالظبط. مش خلاص انا قاعد بقى خلاص كده، لا لا لا. يعني ده كلام جميل جدا. مستمرة. اعتقد يعني انه ما فيش حد فينا هيختار ان هو يعيش حياه كئيبه او حياه متضايقه. يعني اعتقد لو اي حد طبيعي خيرناه تعيش حياه وانت سعيد ولا تعيش حياه وانت متضايق كئيب يعني اعتقد بسيطه، المعادله بسيطه. لا انا حابب حياه سعيده، لا يبقى دور وابحث واشتغل على نفسك واشتغل على اللي حواليك. وحلو قوي لما دكتور كمان رشا قالت عندنا دلوقتي النت، شغل على الاونلاين، يعني ممكن ساعات الواحد يكتب اي مشكله عنده او اي حاجه مضايقاه او اي فكره جت، يلاقي كم من المعلومات وتفاعل من الناس كمان. لا حتى يا دكتور كمان ساعات انا مثلا بكتب مثلا زي موضوعنا النهارده، تدور على معلومات. الموضوع ده كمان رائع طبعا. توسيع يعني المدارك والافق وسهله قوي. وعايزه بس يعني بجد مهم قوي نستغل الحاجات اللي عندنا استغلال جيد جدا جدا جدا. صحيح. يعني فعلا ما نقولش ايه لا مش قادر، لا مش عايز، لازم استغل كل الحاجات اللي حواليا كويس لصالحي. بالظبط كده، بالظبط. او لصالح سعادتي. اعتقد كده بقى احنا كفينا صح. هند عبد الفتاح الجميله واكلك الجميل ويعني وضحكتك الطيوبه الحلوه دي انا بحبها جدا جدا. بشكرك جدا يا هند، واكلك جميل وممتع وعجب دكتور رشا كمان. ايوه دي حقيقه، شكله لطيف جدا ولسه هاكل كمان. ميرسي جدا، وبشكر جدا جدا دكتور رشا العناني استشاري الصحه النفسيه. اسعدتينا وكلامك الحقيقه حقيقي ومن قلبك وعلمي، وده شيء جميل جدا جدا. ميرسي، انا سعدت بيكم جدا. بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي. مشاهدينا خلصت حلقتنا، نتقابلوا حلقه جديده، الى اللقاء.